السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات الهبيده في كاس العالم. حلقتنا النهارده مختلفه شويه، هيكون فيها مسابقه توقعات ليكم، وهنتوقع فيها المنتخبات المتاهله للمربع الذهبي من الاربع ماتشات اللي مستنيانا في الدور ربع النهائي. اهم حاجه عشان تشترك في المسابقه ديت ان انت تكون عامل سبسكرايب فولو القناه، تكون مشاهد كل حلقاتنا. سيب كومنتك تحت في التعليقات، احنا هنعرف نوصل لك، واللي هيجيب الاربعه صح، الاربع منتخبات صح من المنتخبات اللي هتأهل المربع الذهبي هيكون ليه جايزه من البرنامج، وهي تيشيرت لاي منتخب هو بيحبه، وهنعرف نوصله له لغايه باب البيت. تعالوا نتكلم عن ماتشات الدور ربع النهائي، واول ماتش معانا هنتكلم عنه ماتش المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي. المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي قدموا مباريات رائعه جدا طول البطوله، وخصوصا المنتخب الفرنسي اللي بيمتلك كتيبه اعدام بوجود كيليان امبابي وانطوان جريزمان وعثمان ديمبélé واوليفيه جيرو اللي متالق جدا مع المنتخب الفرنسي في البطوله. المنتخب الفرنسي عنده بدلاء في كل الاماكن، مستوى الدكه على نفس مستوى اللعيبه الاساسيين. والمنتخب الانجليزي برضو نفس الكلام، بيمتلك دكه قويه جدا وبيمتلك اسماء كبيره جدا في الخط الامامي، خصوصا هاري كين، ماركوس راشفورد، فيل فودن، ومعاهم بوكايو ساكا. طبعا تشكيله الفريقين تشكيله قويه جدا، جوده اللعيبه عاليه جدا. انا اعتقد ان احنا هنشوفوا مباراه ملحميه بين المنتخبين، هنشوفوا ساوث جيت هيدير المباراه ازاي، وهنشوفوا ديدي شامب هيقود المباراه ازاي. توقعي في الماتش دوت ان المنتخب ما بين المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي، توقعي هيتأهل المنتخب الفرنسي. اما تاني مباراه معانا وهي مباراه المنتخب الكرواتي والمنتخب البرازيلي. المباراه دي مش هنتكلم عليها كتير. المباراه دي المنتخب الكرواتي لو ايفان بريزيتش عطل او ما قدمش مباراه رائعه، المنتخب البرازيلي هينزل يكتسح المنتخب الكرواتي بكل سهوله. لكن ممكن الحاجه الوحيده اللي تعطل او تخلي المنتخب البرازيلي يواجه صعوبه في المباراه مع المنتخب الكرواتي، وهو الدفاع الكرواتي. الدفاع الكرواتي المتماسك جدا القوي جدا، ما دخلش فيهم اهداف كتير، تقريبا دخل فيهم هدف وحيد امام المنتخب الياباني. دفاعهم متماسك، بيقدروا يدافعوا بشكل كويس. خط النص بتاعهم تقيل، اذا كان بوجود مودريتش، كوفازيتش، بروزيتش، الثلاثه على مستوى عالي. لكن مشكلتهم الوحيده في خط هجومهم. تقريبا لو سحبت ايفان بريزيتش تقريبا المنتخب الكرواتي بيلعب من غير هجوم. اما المنتخب البرازيلي فهو منتخب متكامل بشكل كبير، منتخب يقدر يروح لبعيد، ومنتخب نزل اكتسح كوريا الجنوبيه بنتيجه 4-1 وسجل 4 اهداف في الشوط الاول وريحوا الشوط الثاني. يعني هم تقريبا داخلين ماتش كوريا اللاعيبه مش مجهده بالشكل الكافي، لا اللاعيبه مريحه بشكل كويس. هنشوفوا نيمار هيقدر يقدم ايه. نيمار اللي عامل مستوى رائع وكل الجماهير البرازيليه مستنياه يرجع بالكاس في بلده. فينيسيوس جونيور، ريتشارلسون اللي مادي اداء رائع جدا، مسجل لغايه دلوقتي 3 اهداف وبينافس على هداف البطوله. وجود رافينيا اللي تقريبا هو اقل حلقه شويه من الثلاثه اللي موجودين، لكن برضه بيأدي اداء كويس. والمنتخب البرازيلي بشكل كبير تقريبا ما بيعتمدش على الدفاع، لا المنتخب البرازيلي بيعتمد على القدره الهجوميه الغاشمه بتاعته، اللي بينزل يهد بيها اي دفاع بيلعب قصاد منه. فبالتالي الفرقه الثانيه ما بيبقاش عندها القدره الهجوميه اللي هي تقدر تخلق فرص او تصنع فرص، لان هم بيفضلوا يدافعوا قدام المنتخب البرازيلي. المنتخب البرازيلي بينزل زانق الفرقه اللي قصاده في نص ملعبها وبيعمل كل اللي هو عايزه. توقعي في الماتش ده ما بين المنتخب الكرواتي والمنتخب البرازيلي، تأهل المنتخب البرازيلي للمربع الذهبي عشان يبقى فرصته بتزيد في ان هو يفوز باللقب السادس في تاريخه. ثالث مباراة معانا وهي مباراة المنتخب الهولندي والمنتخب الأرجنتيني. المنتخب الهولندي ما واخد البطولة بالتدريج، يعني كل ماتش الأداء بيزيد شوية، كل ماتش هو واخده بيلعب على قد الماتش اللي قدام منه، على قد الفرقة اللي هو بيلعبها. بيتميز بقدراته الدفاعية الكبيرة، وخصوصا بوجود فان دايك وديليخت ووجود ناسن أكي، فبيلعب بثلاثة ورا. هو بيأمن دفاعه بشكل كويس جدا. تألق ديمفرايس رايس على الباك اليمين، وديلي بليند موجود في الباك الشمال، بيلعب بخمسه في خط الدفاع لويس فان جال. لغايه دلوقتي هم مقدمين اداء تصاعدي في البطوله. بيواجهوا المنتخب الارجنتيني اللي فقد الثقه تماما، رغم ان هم بيفوزوا وبيتاهلوا الدور ربع النهائي، لكن لعيبه المنتخب الارجنتيني تقريبا الثقه عندهم منعدمه.
المنتخب الارجنتيني دكه البدلاء اللي عنده مش على نفس الجوده اللي موجوده في اللعيبه الاساسيين، او يمكن نقول ان اللعيبه في لعيبه كبرت زي مثلا ليو ميسي ودي ماريا، وفي لعيبه تانية بيتقمصوا دور العدائيه زي لوتيرو مارتينيز. لعيبه كتير. ميسي بيصنع اهداف وفرص محققه للتسجيل واللعيبه بتضيعها، مع ان نفس اللعيبه دي يعني قبل البطوله ما تبدا هم تكاتفوا وقالوا ان احنا هنساعد ميسي للفوز بكاس العالم. لا، ده بالعكس، ده ميسي هو اللي بيساعدهم ان هم يوصلوا للمباراه او للدور ربع النهائي لغايه دلوقتي. هنشوفوا هل يقدر ميسي يقود المجموعه دي بالشكل اللي هم ظهروا بيه. شكل انا من وجهه نظر المنتخب الارجنتيني لم يقدم اي شيء في كاس العالم، لسه ما قدموش اي حاجه. هنشوفوا هيقدروا يقدموا حاجه قدام المنتخب الهولندي، المنتخب المنظم، المنتخب اللي واخد البطوله بالتدريج. هنشوف. توقعي للماتش ده ما بين هولندا والارجنتين، اتوقع فوز المنتخب الارجنتيني وهترجع له الثقه مره ثانيه، وهيضرب موعد كبير مع المنتخب البرازيلي. وخلينا نشوفه كده ماتش من بتوع امريكا اللاتينيه ما بين البرازيل والارجنتين، هيكون ماتش قمه في الاثاره منتظرينه في الدور الاربعه في دور المربع الذهبي. هنشوفه الارجنتين والبرازيل، هيكون ماتش قوي جدا ما بين ميسي ونيمار. اخر ماتش معانا وهو منتخبنا العربي المغربي في مواجهه المنتخب البرتغالي. المنتخب البرتغالي اللي غير جلده بعد دور المجموعات وقدم مباراه رهيبه امام المنتخب السويسري وقدر يكتسحه بنتيجه 6-1. هنشوف المنتخب المغربي بعد نشوه الانتصار على المنتخب الاسباني، هل هيتغروا ويقولوا كده خلاص، ولا المنتخب المغربي عايز يقدم اكتر من اللي هو قدمه؟ هل هيقدروا يروحوا للمربع الذهبي ويكون انجاز تاريخي لاول مره يحصل في تاريخ العرب وفي تاريخ افريقيا عامه؟ مفيش اي منتخب افريقي قدر ان هو يوصل للمربع الذهبي. عملوها اسيا في كوريا الجنوبيه واليابان، عملوها كوريا الجنوبيه وقدروا يوصلوا للمربع الذهبي وحققوا المركز الرابع. فهل منتخب افريقي يقدر يعمل بقى انجاز ويروح للمربع الذهبي؟ هنشوف. المنتخب المغربي يعني اتمنى ان هو يلعب المباراه دي بتركيز مش 100%، لا بتركيز 200%، وكل لاعب يقدم 200% من اللي عنده، عشان المنتخب البرتغالي منتخب قوي وهو منظم، وشفناه امام المنتخب السويسري قدر ان هو يكتسحهم وكان مسيطر ومستحوذ على المباراه بشكل كبير. اللي احنا بقى مركزين عليه، هل كريستيانو هيبدا مش هيبدا؟ بس الافضل لكريستيانو ان هو ما يبداش المباراه ويخليه يكون جاي من على الدكه. اتمنى ان هو يتقمص شخصيه ديل بييرو في ايطاليا مع ايطاليا في 2006، وشخصيه ميروسلاف كلوزا اللي تقمص نفس الشخصيه دي في 2014 مع المنتخب الالماني، والمنتخبين فازوا بالبطوله. فممكن رونالدو يتقمص الشخصيه دي، وده افضل ليه ان هو يكون عامل الخبره. سنه ما بيقدمش المطلوب منه حاليا خلاص، يعني حكم السن طبعا اللياقه البدنيه بتاعته عاليه، لكن حكم السن خلاص ما فيش حاجه جديده يقدمها. مش هنتكلم عن كريستيانو ونقوله لا ان هو خلاص، لا ما ينفعش تقول كده على شخصيه او لاعب اسطوري زي كريستيانو رونالدو يتحط على قمه الاساطير. الواحد من افضل اللعيبه اللي جت عبر التاريخ، مش في العالم عامه حاليا، لا اللي جت عبر التاريخ عامه. هنشوفوا كريستيانو هيقدم ايه في المباراه ديت، هل هيلعب اساسي ولا هيلعب من الدكه؟ انا اتمنى ان هو يلعب من على الدكه عادي جدا. انا حبي لكريستيانو رونالدو كبير جدا، ان انا مدعم ومشجع لكريستيانو رونالدو والاداء اللي هو كان بيقدمه، خصوصا مع ريال مدريد، او خصوصا لما راح اليوفي، خصوصا لما راح اليونايتد وهو اللي كان شايل الفرقه في السيزون الاول، وقدر ان هو يسجل 18 هدف ويبقى ثالث هدافي الدوري الانجليزي في اول سنه راح فيها لما رجع لليونايتد مره ثانيه ب 18 هدف، قدر ان هو يسجل 18 هدف ويبقى ثالث هدافي الدوري الانجليزي. المباراه دي هتكون مباراه صعبه جدا، يعني مشجع لكريستيانو رونالدو، لكن اتمنى ان المنتخب المغربي كعربي، اتمنى المنتخب المغربي يفوز بالمباراه ويتاهل الى الدور نصف النهائي. فتوقعي للماتش دوت بعيدا عن العاطفه، فانا متوقع تاهل المنتخب البرتغالي للمربع الذهبي، عشان يكتمل المربع الذهبي بالمنتخب البرتغالي والبرازيلي والمنتخب الارجنتيني والمنتخب الفرنسي. وخصوصا المنتخب البرتغالي والفرنسي هتكون مواجهه صعبه جدا، وده ممكن تكون مباراه انتقاميه للمنتخب الفرنسي ان هو يقدر ان هو يتغلب على المنتخب البرتغالي ويوصل المباراه النهائيه، بعد ما المنتخب البرتغالي خد منهم بطوله يورو 2016 في وسط جمهوره. اتمنى طبعا للمنتخب المغربي التوفيق، واتمنى له كل التوفيق ان هو يصعد ويحقق مفاجاه ان هو يصعد المربع الذهبي ويخذلني في توقعي دوت. ودي كانت توقعاتنا للاربع ماتشات اللي هتلعب في دور
ربع النهائي، وده توقعاتي للاربع فرق متاهله من المربع الذهبي، وهي البرازيل والبرتغال والارجنتين وفرنسا. وهنشوفه نصف نهائي تاريخي في بطوله كاس عالم قطر 2022. ما تنسوش تقولوا لنا توقعاتكم تحت في الكومنتات، ومنتظرينكم في حلقات جديده. السلام عليكم.